عنوان خطبة اليوم: البركة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، مع هذا الغلاء الذي نعيش والتضخم الذي نحيا، تجدنا أحوج ما نكون إلى بركة رب العالمين، إلى بركة رب العالمين في بيوتنا وفي أسواقنا، في بيعنا وشرائنا، في طعامنا وشرابنا، في أعمالنا وأعمارنا. ولئن كنا محتاجين إلى بركة ربنا في كل حركة وسكنة، فإننا اليوم أشد لها احتياجاً. البركة في لسان العرب هي النماء والثبات والكثرة في الخير. البركة هي النماء، يكون معك شيء فينمو، والثبات والكثرة في الخير. قال النووي عند قول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، معناه ثبت الخير عنده وكثر. وقد تكون البركة في الشيء الكثير، وقد تكون في القليل، وقد تكون جلية، وقد تكون خفية، وقد تكون دنيوية، وقد تكون أخروية. فالبركة في الكثير بينة، أما البركة في القليل فكطعام قليل يكفي العدد الكثير من الناس مع السرور والعافية. مو شرط يجيك كثير، مرات بيجيك قليل بس في بركة. سبحان الله، هذا القليل المبارك يكفي كثيرا من الناس وهم مسرورون ومرتاحون. وما قصة سيدنا جابر في دعوته أهل الخندق للطعام عنكم ببعيد. والبركة الجلية بينة، أما البركة الخفية فقد تكون بدفع المضرات والجوائح والآفات. وما قصة الثلاثة الذين حبسوا في الغار وأنجاهم الله منه عنكم ببعيد. والبركة الدنيوية بينة، أما البركة الأخروية فهي النماء ومضاعفة الأجر في الأعمال الصالحات. ذهبت أيها الإخوة إلى كتب الحديث الأصول أبحث فيها عن البركة وعن طريق تحصيلها، فاجتمع لي من ذلك 3 فوائد أنظمها في خطبة اليوم. أما الفائدة الأولى فالبركة كلها من الله تعالى، وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله تعالى البركة. ما في أحد من المخلوقات يستطيع أن يعطيك البركة. البركة كلها من حضرة الله تعالى. شهادتك عالية أو شهادتك بسيطة، بيتك فارح أو بيتك بسيط، أولادك أذكياء أو أولادك بسطاء، معاشك كتير عالي جدا أو معاشك قليل جدا، إذا الله وضع البركة في هذا القليل، الشتلة بتصير شجرة زيتون فتطعم خلائق 1000 سنة وهي شتلة ضعيفة. وإذا الله وضع البركة، النطفة تصير رجلا يتكلم ويشكو ويفرح ويغضب. وإذا ما في بركة تلقى في القمامة. البركة كلها من حضرة الله تعالى، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله تعالى البركة. فقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صباح يقول: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. ويقول مثل ذلك في كل ليلة: اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. وكان إذا أكل أو شرب صلى الله عليه وسلم دعا الله: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. هلأ إذا واحد أكل وما في بركة ما بيستفيد من الأكل. جيب له أشكال وألوان وأنواع، جسمه هزيل
بدنه لا يفيد من هذا الطعام، لا يخرج من المشافي، في أكل خير الله من الشرق ومن الغرب، الغالي والرخيص، بس منزوع البركة. وإذا الطعام فيه بركة ممكن يكون زيت وزعتر يتسلق على الجدران. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. وكان يدعو عند الطعام: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. وإذا هنأ رجلا بزواجه سأل الله له البركة: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وإذا فعل معه إنسان معروفا دعا له بالبركة: بارك الله لك في أهلك ومالك. ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى لبلده بالبركة: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين. ودعا صلى الله عليه وسلم للشام ولليمن بالبركة، فقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. فالبركة كلها من الله تعالى وحده، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤالها رب العالمين. فمن أراد البركة فليكثر من الدعاء وطلب البركة من حضرة الله تعالى. وهذا واحد. أما الفائدة الثانية: البركة في الطعام تكون إذا اجتمعنا عليه ولم نتفرق، وحفظناه ولم نضيعه، وذكرنا الله عنده ولم ننسه. البركة في طعامنا مو شرط تجيب أنت أنواع الأكل الكثيرة غالية ما معك، أصلا معاشك ما بكفي. ممكن أنت قدرتك تجيب شيء بسيط، بس إذا الله حط لك البركة بهالشيء البسيط سيكون سارا وكثيرا وكافيا أكثر من الكثير، وربما يكرمك بالكثير. إذا أردت البركة في الطعام، البركة في الطعام تكون إذا اجتمعنا عليه ولم نتفرق، وحفظناه ولم نضيعه، وذكرنا الله عنده ولم ننسى. فاجتماع أفراد الأسرة على الطعام خير من تفرقهم وتناول كل منهم طعامه بمفرده. وقد اعتاد آباؤنا ذلك وربونا عليه، وربما حرموا الابن الذي ينفرد من دون ضرورة من طعام الوقت ليحافظ على الاجتماع والجماعة. في بعض البيوت الآن للأسف كل واحد بيأكل لحاله، لأنه كل واحد بيطلع من البيت بوقت مختلف، هذا بيطلع 7 وهذا بيطلع 8 هذا بيطلع 9 هذا 10، فبالتالي بنحط فطور 4 مرات. فقدنا الجماعة وفقدنا بركة التوفير، لأنه الغاز حينشعل 4 مرات، والشاي حيتساوى 4 مرات، والصحون حتنحط وينفتح البراد ويتسكر كمان 4 مرات، وكل واحد سيأكل بطريقة معينة كمان 4 مرات، فضلا عن فضل الجماعة الذي فقدناه. ربنا آباؤنا على أن نجتمع على الطعام، وهذه هي سنة الإسلام وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يتأخر عن الاجتماع يحرم من طعام ذلك الوقت ليحافظ على الاجتماع والجماعة. وفي هذا الاجتماع بركة الطعام، وبركة الجلوس مع الأسرة، وبركة التوفير. أخرج الإمام أبو داود عن وحشي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: لعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. ففي الحديث دليل على نزول البركة عند الاجتماع على الطعام وعند ذكر الله تعالى عليه. وقد عقد أبو داود في سننه بابا سماه باب التسمية على الطعام، ذكر فيه حديث جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه فإن الشيطان يقول: لا مبيت لكم ولا عشاء. لما بتفوت على البيت بتقول بسم الله، السلام عليكم،
تبدوا بالأكل تقولوا بسم الله، الشياطين ما بتاكل معكم. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. الشيطان بيقول لهم لجماعته تأمنت الليلة الإقامة. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. فبالتالي عم ياكلوا، بس عم ياكل شياطين معهم، والله ما عم بيكفي الأكل، والله عم ناكل وما عم نشبع. فالاجتماع على الطعام بركة، وذكر الله تعالى عنده بركة، والمحافظة على الطعام بركة. وفي المحافظة على الطعام وعدم تضييعه تقرؤون في السنة النبوية عجبا، احتراما لنعمة الله تعالى وتقديرا لها وشكرا. وهناك عند حفظ النعمة تكون البركة. يا أخوان، ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. ابنك عمره 4 سنوات 5، قال لك بابا أعطيني 100,000. أكيد ما في واحد بيناتنا عاقل بيعطي لي هذا الولد 100,000. لما؟ لأنك متيقن أنه سيضيعه. أكيد 4-5 سنين شو بده يعمل بال100,000؟ سيرميها في الأرض. فأنا لن أعطيه، ليس لأنني لا أملك، لكن لأنه لا يعتني بال100,000. بس ابني الجامعي إذا قال أنا أريد 100,000، أنا أعرف أنه يحسن التصرف ويحافظ على 100,000 فأنا أعطيه. إذا تخرج قال لي أعطني 1,000,000 وأنا أعلم بأنه يستطيع أن يتصرف بال1,000,000 سأعطيه. إذا صار أكبر قال أعطني 100,000,000، إذا كنت عالما به أنه يحسن التصرف بال100,000,000 وينتفع بها وينفع من حوله وأهله سأعطيه. حتى إذا بلغ ابنك أو ابني مبلغا ربما سلمته أعمالك كلها وبقيت جالسا في البيت، هو يتصرف بكل المال بشرط أن يحافظ عليه. أما إذا ضيعه ستسحب منه هذا المال. ولله المثل الأعلى، حال العبد مع حضرة الله كهذا. العبد الذي يعطى نعمة فيحافظ عليها يعطيه الله تعالى أكبر، لكن العبد الذي يضيع النعمة ستسحب منه، لا لأن الله عز وجل فقير، حاشاه جل جلاله، لكن لأن هذا العبد يسيء الاستخدام، فستسحب هذه النعمة منه احتراما لها وتقديرا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تأتينا بركة الطعام يحافظ على الطعام ونعمته بشكل عجيب. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمحافظة على قليل الطعام كما نحافظ على كثيره. أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. بالله عليك وأنت حامل خبزة وعم تأكل منها من الصحن، شو علق بإصبعك، بطرف إصبعك من القمح، من الدقيق؟ شو علق؟ ذرة أو ذرتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتان الذرتان لا ترميهم، كلهما. بالله عليك إذا أنت انتهيت من أكل طعام اللبن في الصحن، اللبن المصفى، أكلنا جميعا منه وبقي هيك خيط، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يغسل هذا حتى تمسحوا هذا الخيط الرفيق. لما؟ هل هذا بخل؟ هل هذا عدم رتابة؟ أو أنه حفاظ على النعمة؟ واليوم العالم كله يتوجه إلى هذا التوجه، ومن لم يحافظ على هذا القليل لن يحافظ على الكثير. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. في رواية إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. لقد سرني أيها الإخوة أنني دعيت إلى وليمة عرس قبل أيام في صالة تابعة لدار أيتام، فيها من الطعام ما فيها، وعلمت
أن هذا الطعام أعد في هذه الدار بأجرة مناسبة، وأن بقاياه سيستفاد منها في الدار ولن يضيع شيء من نعمة الله تعالى. وعلى الطرف المقابل يؤلمني ويؤلمكم رمي كميات من الطعام في القمامة في بعض المطاعم والمنتزهات، ونحن أحوج ما نكون إلى بركة رب العالمين. كيف سيعطينا الله عز وجل طعاما وإذا كان بعضنا يرمي الطعام ويظن بأنه صار من طبقة مخملية؟ هل الطبقة المخملية هي الطبقة التي لا تقدر ولا تحترم ولا ترعى ولا تحافظ ولا تنضبط بأوامر الشرع؟ أو أن الطبقة المخملية هي التي تنضبط بأوامر الشرع وتحافظ على النعمة أكثر؟ وإنما البركة في الحفاظ على النعمة لا في تضييعها. وقد ترجم ابن ماجه في سننه قال: باب النهي عن إلقاء الطعام. وأخرج فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال: يا عائشة أكرمي كريما فإنها ما فرت عن قوم قط فعادت إليهم. ومن المحافظة على النعمة لتنال البركة غسل اليدين قبل الطعام وبعده. فقد أخرج الإمام الترمذي وأبو داود عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال العلماء: الوضوء هنا الوضوء اللغوي، يعني النظافة، يعني غسل اليدين. ومن المحافظة على نعمة الطعام والأدب معه الأكل من طرف الصحفة لا من وسطها. فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. فالحاصل أيها الإخوة أن البركة في طعامنا تكون إذا اجتمعنا عليه ولم نتفرق، وإذا حفظناه ولم نضيعه، وإذا ذكرنا الله عنده ولم ننسى. وهذه هي الفائدة الثانية التي قرأتها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البركة. أما الفائدة الثالثة الأخيرة، فالبركة في المال تكون إذا جمعناه من حله وأنفقناه في حقه وسخت نفوسنا به. البركة في المال تكون إذا جمعناه من حله. مستحيل المال الحرام يكون فيه بركة، مستحيل، والله لا يهلك صاحبه، سيمحقه محقا، سيمحق بيته، يمحق أولاده. القصص كثيرة في هذه المسألة والشواهد موجودة، وأنا أكيد بأن كلكم يعلم أشخاصا بأعيانهم. البركة في المال تكون إذا جمعناه من حله وأنفقناه في حقه وسخت نفوسنا به. أما بركة الحلال ومحق الحرام فمعروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه البخاري ومسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الكذب بالبيع حيطير البركة، الغش بالبيع حيطير البركة، الغدر في البيع بيصير معك مصاري، بيصيروا كتار، حتى كتير، خصوصي مع التضخم بتغب غب الله مولاه، بس نفس هذا الغب سيهلك من حمله، سيهلك من حوله. الصدق يا أخي اللي بيصدق بس ما كتير بيبيع قليل، صح، بس هذا القليل فيه بركة. في رواية: فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ما ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للبركة. فالصدق في البيع والشراء، في الإجارة والوكالة، في الكفالة والصرف، في سائر معاملاتنا المالية، بيان الأوصاف الصحيحة للسلعة والمواعيد الصحيحة للتسليم تجعل المال حلالا مباركا يكثر خيره وينمو بره. وعكس ذلك من الكذب والغش
والخديعة والرشا والخيانة والتزوير تجعل المال الحاصل منها حراما ممحوق البركة كثير العدد قليل المداد. أخرج البخاري عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. المراد بالحديث الكيل الصحيح للطعام عند بيعه وشرائه. إذا أنت عم تبيع طعام بيع كيل زين وزن صحيح، حتى زين وأرجح، اطلب بذلك من الله البركة لئلا يكون للآخرين عندك حق. فالبركة تأتي من حفظ الحقوق وتنزع من الاعتداء عليها. ومثل أخذ المال من حقه بذله في حقه من حقوق الله وحقوق العباد كالزكاة والنفقات الواجبة والمسنونة، فقد جاء في الحديث الصحيح: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. في رواية: إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. الحاصل أن البركة في المال تكون إذا جمعناه من حله وأنفقناه في محله وسخت نفوسنا به. ومثل ذلك إذا انضبطنا بأوامر الله تعالى وتقواه في سائر مفردات حياتنا نلنا بركة السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. جاء في تفسير البيضاوي: لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل جانب. أيها الإخوة، العباد لا غنى لهم عن بركة رب العالمين في كل شأن من شؤونهم، فإذا كانوا في الشدائد والمحن فهم إلى بركة الله تعالى أشد احتياجا. وها هي 3 وجدتها في كتب الحديث الأصول 6 تجلب لنا البركة أفرادا وأسرا ومجتمعا: كثرة الدعاء بالبركة، والاجتماع على الطعام، وحفظه وذكر الله تعالى عنده، وكسب المال من حله وإنفاقه في محله والسخاء به. اللهم بارك لنا في شامنا، وبارك لنا في مدنا وصاعنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.